الزمالك يفقد نقطتين للمباراة الثانية على التوالي في الدوري العام المصري. عيل مشلاك بصراحة، وزي ما بشير التابع بيقول نروح له لحد البيت ونعتذر له ونقول له احنا اسفين وجدد. فشيكابالا نزل ويا ريته ما نزل، لأن السكواد ده في الزمالك يا دوب نطلع نصطاد بط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزمالك بيفقد نقطتين تاني بعد ما فقد نقطتين الماتش اللي فات بالتعادل، يفقد نقطتين جداد النهارده في تاني مباراة لجروس. طبعا زي ما احنا عارفين جوزيه جوميز ساب الزمالك وخلع، جه جروس. الماتش الاولاني ليه الماتش اللي فات طبعا الزمالك يتعادل، يجي الماتش ده النهارده كان بيلاعب طلائع الجيش برضه يتعادل 2-2 ويفلت من هزيمة كانت هتبقى دمها تقيل على جروس وعلى جماهير نادي الزمالك اللي هنتكلم عليهم شوية في الآخر. بس خلينا الأول نشوف الحكاية والرواية والقصة اللي بدأت بتشكيل الزمالك. عواد في حراسة المرمى، طبعا عمر جابر خط الظهر من اليمين للشمال، عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وفتوح. قدامهم في نص الملعب ثلاثة، محمد شحاتة وعبد الله السعيد، قدامهم حسام أشرف لعيب بصراحة هايل يعني، وقدامهم على اليمين زيزو وعلى الشمال مشلاك، عيل مشلاك بصراحة، ناصر منسي الأسطورة هي، وقدامهم ناصر منسي الأسطورة هي، ناصر منسي الأسطورة هي. ده تشكيل نادي الزمالك. بدأ المباراة طبعا الشوط الأول الزمالك أول 10 دقائق ربع ساعة يعني ماسك المباراة، وطبعا ده بعادة الفرق يعني اللي أقل شوية من الأهلي والزمالك وبيراميدز بتبقى بادئة المباراة كده بخضة. أول 10 دقائق ربع ساعة الزمالك ضاغط بصراحة وكان هو الأحسن، لكن بعد كده لا، رجع طلائع الجيش مسك المباراة وكان ليه اليد العليا في المباراة وأحرج الزمالك جدا في مواقف كتير جدا، وعن طريقها احرز جودوين شيكا في الدقيقه 35 هدف من تمريره بديعه، اسيست ولا اجمل من متعب. ليه؟ علشان جودوين شيكا بصراحه لم الونش لما دمها تقيل شويه نيمه في الارض يعني، وحط الهدف الاولاني على يمين محمد عواد. برضو عشان بس ما نظلمش الونش، الراجل بصراحة طول المباراة النهاردة ما تحسش الونش لسه الونش ما جابش فورمة لسه بصراحة. يعني واحنا كلنا عارفين الإصابة ما كانتش قليلة وإصابتين في قلب بعض صليبي، فمأثرين كتير على الونش. فلسه لكن الونش من اللعيبة المحترمة، اللعيبة الكبار، اللعيبة اللي هترجع وبصراحة هو إضافة قوية جدا لأي فرقة بيلعب فيها مش بس للزمالك، إضافة للزمالك وإضافة لمنتخب مصر. حسام عبد المجيد مش سيء، بس أنا عايز أقول إن دفاع الزمالك النهاردة كله وحش، يعني دفاع الزمالك مخترق، يعني مش عارف، يعني تحس إن حسام عبد المجيد ما أنتش فاهم هو لعيب كويس ولا لعيب مش كويس. لا هو مش وحش بصراحة، الولد شغال على نفسه كويس جدا، عامل ماتشات الفترة الأخيرة حلوة جدا، بس تحس برضو ان مهما كان دفاع الزمالك لا سهل. دفاع الزمالك خلي بالك في 3 ماتشات تقريبا على التوالي يعني داخل فيه 6 جوان، وده عدد مش قليل في فرقة زي الزمالك يعني. فلو هنتكلم بعد كده طبعا كملنا المباراة، فضل فريق طلائع الجيش كان ليه اليد العليا في طول الشوط الثاني يعني، ولكن بدأ الزمالك يمسك كورة، و محمد شحاتة في الدقيقة 43، لأن زي ما بقول هم آخر تقريبا 10 دقايق اللي هم يعني من الدقيقة 40 مثلا بالوقت الضايع في آخر 10 دقايق محمد شحاتة بياخد كورة من عمر جابر كانت حريرية، ومحمد شحاتة ما تفلسفش، شاط على الجون على طول، الكورة بتعمل بند من تحت إيد الحارس اللي أنا شايفه مخطئ جدا في الكورة دي، لأنه طالع ملهاش لازمة طلعت الحارس يعني، ولكن هي الكرة خدعته بالبند ودخل جون حلو قوي بصراحة يعني. بس اللي أحلى منه كان جون حسام أشرف لعيب أول مرة أشوفه بيلعب مع الزمالك، أنا مش عارف جوميز ليه كان راكنه ولا ما كانش معتمد عليه، ناشئ هايل بصراحة، هايل، لمسته للكرة حلوة جدا جدا جدا. شايفه مساعد جدا
في مركز 10 يعني، لان النهارده شفنا عبد الله السعيد هو اللي بيلعب تحت كمركز 6، وحسام اشرف بيلعب مركز 8 يعني اقرب ل10. خد كوره من محمد شحاته حلو قوي برضو، بس انا عايز اقول ان الولا رقص فيها ترقيصه وحط الكوره بالشمال من خارج المنطقه شوطه، ولا اجمل ولا اروع. وعايز اقول ان معظم لعيبه الزمالك او معظم ناشئين الزمالك بيطلعوا عندهم المهاره دي بصراحه، مهاره التسديد من خارج منطقه الجزاء. بس او مش عارف يعني، لعيبه الزمالك مميزه في موضوع التسديد من خارج منطقه الجزاء يعني. تعالوا بقى نطلع بين الشوطين ونرجع. الماتش رايح جاي، ولكن انا شايف ان طلائع الجيش كان احسن على مستوى الكوره، على مستوى نص الملعب هو اللي ماسك الكوره. شفت كوره بقى النهارده غريبه الزمالك بيعملها، ودي مش عادات الفرق الكبيره يعني، مش عادات الفرق يعني. انا اخشى ان يكون هو ده اللي جروس ناوي يعمله في الزمالك، او هي دي الخطه اللي ناوي يلعب بيها، او يكون هو شايف ان دي امكانيات اللعيبه اللي معاه. لا، دي تبقى مصيبه. فكره الكوره اللونج باس، لاني انا شايف الزمالك النهارده مش عارف يحضر كوره، ما بيلعبوش كوره على الارض. الزمالك بيلعب على التحولات بالكوره المرتده، الكوره الطويله، ودي يعني معظمها كانت في حضن المدافعين، ما عملتش اي حاجه، ما اسفرتش عن اي حاجه. ما شفتش خطوره للزمالك طول الشوط الثاني ولا الاولاني، لان زي ما قلت هو الزمالك معتمد دايما على الكوره دي. عبد الله السعيد بياخد الكوره يعمل اللونج باس على زيزو، ان كان هيرفع او ان كان هيتفلسف او ان كان هيرقص. ما تحسش زيزو كمان يا جماعه، يا جماعه ده اللعيب اللي ذليلكم وذليل الاداره وذليل الجماهير، ومش عارف بقى يعني اقول لكم ايه يعني، مش عارف، ده ذليل مجلس اداره اتحاد الكوره، ومش بعيد يكون ذليل وزير الشباب والرياضه علشان يجدد. ايه يا جماعه، ده اللعيب اللي انتوا عايزين تدفعوا فيه، اللي عايز اللي ذليلكم عشان 80 مليون و50 مليون علشان يجدد؟ ان شاء الله ما جدد. والله انا مش شايف زيزو هو اللعيب اللي يشيل فرقه الزمالك، ومش علشان كل 15 ماتشات بيوفق في كوره فيجيبها جون فيبقى زيزو، ونرجع بقى نقول زيزو وجددوا لزيزو، وزي ما بشير التبعي بيقول نروح له لحد البيت ونعتذر له ونقول له احنا اسفين وجدد. ايه ده الجنان ده يا جماعه؟ يا جماعه ده نادي الزمالك، يا جماعه ده نادي الزمالك. ما علينا، نروح بقى الهدف طلائع الجيش الثاني اللي كان في الدقيقه 55 من الشوط الثاني طبعا، او الدقيقه 55 من المباراه يعني، من كوره عرضيه بتتعمل، بيطلع فتوح كان هو اللي هيحطها بالهيد يعني، بتخبط في راس فتوح، تخبط في العارضه وترد لجودوين شيكا مره تانية علشان يحرز الهدف الثاني لطلائع الجيش وهدف التعادل. انا عايز اتكلم شويه بقى عن ميشالاك. عيل مشلاك قوي بصراحه، عيل مشلاك جامد يا جماعه. مشلاك ده فعلا يعني، انا كنت سمعت افيه كده من فتره انه كان جاي لاختبارات الكره النسائيه وانتوا اتلخبطتوا وخدتوه في الكره الرجالي. يا جماعه راجعوا الموضوع ده مش لعيب نادي ده مش لعيب كوره اصلا، مش لعيب نادي الزمالك. ده يلعب كره يد في فرقه اليد بتاعت نادي الزمالك، حلوه قوي. نتكلم بقى على التغييرات اللي حصلت اثناء المباراه. وانا مش عارف ليه جروس عمل النهارده 4 تغييرات بس، هل هو نسي ان في تغيير خامس ولا محدش بلغه ولا ايه الدنيا؟ فبرضه يا ريت نراجع الموضوع ده لانه مهم شويه. في الدقيقه 60 طلع ناصر منسي ونزل الجزيري، ولا حاجه، كانه ما حصلش حاجه يعني. اصلا لا ناصر منسي الاسطوره هي عمل حاجه، ولا سيف الدين الجزيري اللي هو احسن 9 في مصر نزل اصلا يعني لا ناصر منسي طلع ولا الجزيري نزل، لان اصلا ناصر منسي ما كانش نزل من اول المباراه، فما يعني ولا حاجه. يطلع مشلاك، عيل مشلاك قوي قوي قوي، يطلع ومحمد حمدي ينزل. محمد حمدي طبعا لعيب تقيل يا جماعه، لعيب فعلا ياخد فرصه بس ويتقل رجله، وربنا يسترها عليه النهارده، لانه بعد ما نزل في الدقيقه 60 رجع خرج في الدقيقه 83 في اصابه. اتمنى ربنا يسلم عليه يعني، ربنا يبعد عنه الشر، ويا رب تكون حاجه بسيطه، لان الاصابه كان شكلها تقيل، وفي داخله مع حارس المرمى في كوره
اتمنى من ربنا انه يشفيه يا رب ويبعد عنه وعن كل اللعيبه يا جماعه، حتى لو بنهزر، حتى لو بنتريق، حتى لو بنضحك مع بعض، لكن مش ممكن نتمنى الشر لحد. 1000 مليون سلامه على كل لعيب كوره في كل فرق مصر. 1000 مليون سلامه. وبيطلع حسام اشرف وينزل الاسطوره. مين الاسطوره؟ العالمي. مين العالمي؟ شيكابالا. وهنا كنت على يقين ان الزمالك يا هيكمل الماتش بالتعادل يا هيخسر. على فكرة مش احساسي بس، احساس كل جماهير الزمالك اللي كانت في الاستاد، واتفرجوا على هتافات الجماهير في الفيديوهات موجودة. جماهير الزمالك وشيكابالا واقف على الخط وهم عارفين انهم هيتغلبوا، او على الاقل الماتش هيخلص بالتعادل. انا مش عارف يا شيكابالا، انت المفترض انك راجل مش صغير، راجل كبير، والمفروض كمان انك زي ما قلنا قبل كده تحترم سنك. الجماهير اصلا خلاص، الجماهير سمعتك الكلمتين ساعة ما ضيعت ضربة الجزاء في السوبر المصري، وقالوا لك كفاية، وانت مش قادر تسمع الكفاية. فما تزلش نفسك اكتر من كده مع الجماهير. فشيكابالا نزل، ويا ريته ما نزل، لانه كانه ما نزلش. الزمالك بقى بيلعب ناقص 2 مش 1، بالجزيري طبعا ده الاولاني وشيكابالا، ما هو كده دول ما نزلوش الملعب اصلا، فالزمالك لعب ناقص 2. وفي الدقيقه 83 زي ما قلنا طلع محمد حمدي ربنا يشفيه يا رب، طلع على المستشفى على طول، ونزل مصطفى شلبي. لا ما نزلش مصطفى شلبي كمان، يبقى الزمالك لعب ناقص 3. ودي مصيبه يا جماعه. يا جماعه ده مش سكواد نادي الزمالك، ده مش سكواد مركز شباب اصلا الترعه البولائيه. يا جماعه السكواد ده الزمالك ما يكملش بيه، ما يعملش بيه اي حاجه. يعني السكواد ده في الزمالك يا دوب نطلع نصطاد بط. فهي دي المحصله بتاعه الماتش النهارده، والزمالك اتعادل 2-2 وفلت من هزيمه كانت هتبقى مذله وهتبقى دمها تقيل على جمهور نادي الزمالك وعلى مستر جروس، اللي زي ما بقول لو هي دي هتبقى خطته ان احنا هوب شمع كور، هوب احدف كور، هوب احدف، ده كلام مش هينفع. ومش فرقه كبيره اللي بتلعب الكور دي. الكور دي بتلعب لما بتكون فرقه بتلعب على التحولات ومضغوط عليها من الاهلي او من الزمالك او من بيراميدز، فبتبقى هي دي الكوره اللي يقدر يعمل بيها التحول. لكن الزمالك، الاهلي، بيراميدز احنا عارفين ان هم بيلعبوا الكوره اللي على الارض، الباص، الكلام ده كله، كسر الخطوط بالكوره، هو ده اللي بيعمل نتائج. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، واسف اصلا لو كنت طولت شويه، واتمنى ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلنا كل جديد. سلام عليكم.